الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ جمعة مباركة ان شاء الله على الجميع. النهاردة هنعمل مع بعض المحشي وبطة. هنعملها كده بأبسط طريقة. طبعا غسلت البطة ونقعتها في مية وملح ودقيق وليمون. بعد كده قورت الكوسة بقى والبتنجان ونقعهم في مية كده. بعمل بقى بصلة بنعمها خالص بالفلفل الأسمر والملح وبهارات الفراخ، وبعدين بتبل بيها بالبصلة دي. بتفرق طبعا في الطعم جدا. بتبل بيها البطة من جوه كده ومن بره. بدعك بيها البطة كويس قوي وبسيبها شوية عشان تشرب من التتبيلة دي بتفرق في الطعم جامد. يعني لو عملتي اي فراخ عملتي بطة تعمليها بنفس الطريقة دي بتبقى جميلة جدا. اهو بدعكها كده بالبصلة وبسيبها بقى شوية لحد ما اعمل تقلية المحشي. بجيب حلة فيها المادة الدهنية اللي انت بتفضليها، سواء زيت او سمنة. انا بحب اعمل بالزيت، وبحط فيها بصلة مفرومة او بصلة كبيرة او بصلتين يعني صغيرين، وبقلبها كده. بعد كده ما سيبهاش تحمر بقى، يعني لما تدبل بس. هنا حاطه الميه للبطه عشان لازم تبقى مغليه. برجع تاني طبعا مولعه شعر البوتاجاز عشان مش هستنى الحاجه ما تستوي وبعدين اعمل غيرها. يعني بولع الشعلة على الميه للبطه، ودي التقليه على الشعلة التانية متابعاها. يعني اول كده ما تدبل وتبدأ ان هي تاخد اللون الذهبي بنزل عليها بالطماطم. وهنا المية غليت اللي عاملاها للبطة، بنزل فيها البطة كده. ما ينفعش نحط في مية من الحنفية على طول، لازم المية تكون مغلية. وهنا عندي بصلة زي اللي تبلت بيها البطة بالظبط، فيها بهارات فراخ وفلفل اسمر وملح. وبعد كده نزلت بيها وبحط طماطمايه كمان. الحاجات دي كلها تكات بتفرق في الطعم، في طعم الشوربة. بعد كده بقى غطيت عليها وبسيبها تستوي. هنا بقى الصلصة سبكت، يعني ما بقاش في ليه ريم على وش الطماطم. بنزل عليها بالرز. وهنا الخضرة مقطعاها طبعا غسلها كويس قوي وحاطة في المية بتاعت غسيل الخضرة خل. مقطعاها قطع صغيرة، ما بحطش وهي على الصلصة على النار عشان ما تسودش. بحطها بعد ما بحط الرز. دي بصلة فرماها بفلفل اسمر وكمون وملح. بنزل عليها وعاملة عليها قرنين فلفل كده حامين كمان مع البصلة. هنا عندي شوية نعناع وكمون كزبرة ناشفة ملح فلفل اسمر ونزلت بيهم. ما بحبش احط بقى بهارات محشي وكده عشان ما تضيعش طعم المحشي. انا عايزه احس بطعم الحاجه نفسها مش بطعم البهارات اكتر. بحط زيت، الزيت ده بيخلي المحشي يلمع. وبقلب بقى كله في بعضه كده وببتدي احشي. انا بحب اوقف المحشي، يعني لما بعمل كميه كده الاول وبعدين بوقفهم. اهو انا بقى وقفت كان في جزء تحت وقفته، ودول شوية فاضوا منيمهم كده على الوش. بسقي بقى بالشوربة، بس ما يعني الشوربة تبقى لحد الرصة الأخيرة كده بحاجة بسيطة. ده ورق عنب برضو حاشياه وبنزل عليه بالشوربة، بس الشوربة برضو ما تبقاش باينة على الوش، يعني تحت الرصة الأخيرة برضو. ممكن نحط طبق عشان هو بيستوي ما يفكش.
طبعا الشوربة فيها بقى الملح والبهارات وكده اهي. اتفضلوا معانا. طبعا حمرت البطة بقى وقدمتها، واتفضلوا معانا. لو عجبتكم القناة اشتركوا في قناة مطبخ أم آية وإسراء، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.